بسم الله توكلت على الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن صحة وحال يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وانا قاعدة كده بفتكر كده شوية حاجات انتوا عارفين الافكار اللي بتجيلنا دي. افتكرت موقف كده حصل معايا من فترة، والموقف ده اثر فيا جدا وغيرني قوي، يعني غير في شخصيتي كتير. فحبيت ان انا احكيه ليكم، لان كل ما بيحصل لي حاجة شبهه كده بفتكره فايه بيرجعني كده تاني، عارفين. الموقف ده هو ان انا كنت من فترة جبت شلة صوف كده، كنت باعمل حاجة كروشيه يعني، وما كفتش، كنت عملت كوفية يعني، وعملت الشلة ما كفتش معايا، يعني طلعت ايه، رفيعة شوية. فحبيت ان انا رحت نفس المحل تاني عشان اجيب واحدة كمان اكمل عليها. تمام. فالمحل ده اللي ماسكه اتنين ستات كبار، يعني ما شاء الله امارات، عارفين اللي هم ايه، هم مثلا تحس ان هم في السبعين او كده، ولكن اللهم بارك رايقين يعني عارفين كده، وشكلهم عسل كده، وهم شكلهم بيض وحلوين ووشهم مريح جدا، تحسي ان وشهم منور كده. فواحده منهم يعني هي اللي انا كلمتها، قلت لها انا واخده الخيط ده من عندكم وعايزه نفس اللون، فعايزه واحده كمان عشان اكمل عليها. ووريتها لها، يعني بفردها كده، باخد رايها، لان هم اصلا في المحل بيعملوا الاشغال دي وبيبيعوها وكده، يعني في كورنر كده، مش فكره ان هم بيبيعوا الخيط بس، هم بيعملوا الحاجات دي وشطار فيها جدا يعني، وحاجات كتير قوي. فالمهم هي لما مسكت الكوفيه اللي انا عاملاها الجزء ده، فبصيت له كده ولقيتها بتبص لي زي ما يكون ايه، صعبت عليها عارفين، اللي هو انا ببص لها، هي بتبص لي كده ليه، انا بوريك الخيط في ايه. فلقيتها بتقول لي مالك يا بنتي، انت في حاجه مضايقاكي او انت مضغوطه او زعلانه؟ فاللي هو اتصدمت، ايه ده، هو في ايه او انا باين على وشي، يعني اللي هو شكيت في نفسي، انا مش معيطه مثلا فمش باين عليا، انا مالي، هي ليه هي ليه قالت لي كده؟ فالمهم ما اعرفش، لقيتني بقول لها شويه يعني، بس ليه حضرتك بتقولي لي كده يعني، مش فاهمه. قالت لي باين على الشغل بتاعك، الشغل بتاعك مشدود قوي، الشده دي شده منك انت وشده ايدك وانت بتشتغلي، مش شده الخيط او شده حاجه، ملهاش مبرر، انت اللي شده نفسك قوي، فده طالع في شغلك، فاهمين قصدها. فقلت لها معقول الدرجه دي؟ قلت لها مع اني انا اصلا جايباه مش حبًا في الموضوع، ولكن أنا جايباه وباعمله عشان أفرّغ طاقتي فيه. قالت لي: "ما هو ده باين، يعني ما هي فعلًا بتطلع كده، بس أنتِ برضه لسه متعصبة شوية، بدليل إن هو الخيط مشدود جدًا." قالت لي: "أنتِ لو كنتِ ريّحتيه حبّة وأنتِ بتشتغلي، كان هيدّي معاكِ مساحة أكبر، كده هتحتاجي واحدة كمان يعني، بس برضه كانش هيطلع الشدّة اللي هو فيها دي، ومش حلو يعني." المهم قعدت تدّيني كده شوية نصايح وخلّتني أعمل قدّامها كام حاجة ومش عارفة إيه وكده. فبعدها بقى قعدت مع نفسي، افتكرت برضه إن أنا مرّة من ضمن الحاجات اللي كنت باكشف فيها، كانت رقبتي بتوجعني والدكتور قال لي: "ما فيش حاجة فيها هي كفقرات أو ككده، لكن دي شَدّة وعصبية وكده يعني." المهم قبل ما أكمّل بس هاوقّف، هنا أنا باوريكم الكرسي والقهوة كده حطيتها جنبها بعد ما عملت الفطار. ساعات يعني أنا شقتي هنا ساقعة جدًا، جدًا، يعني بالذات الreception والliving والكلام ده ساقعة أوي. فساعات أصلًا بقيت دلوقتي ممكن الفطار أحط الكرسي ده والرخامة كده جنبي والحاجة عليها، وأقعد كده أتفرج على فيديو مثلًا أو أي حاجة أنا حاباها، أو أسمع الراديو أو كده، وأفصل كده شويتين وأقعد أفطر، أشرب قهوتي كده وآكل حاجة جنبها وخلاص. ده طبعًا لو أنا هافطر لوحدي، يعني ولادي مثلًا في المدرسة أو لسه نايمين أو كده، باحب أعمل الجو ده. ف وعمومًا كده وجود كرسي في المطبخ حاجة حلوة جدًا، عايزة أقول لكم، بيريّح، وكل شوية كده تريّحي ضهرِك عليه، وبجد بينفع أوي يعني، إن هو لأ، مش كل شوية تفضلي واقفة كده طول الوقت. المهم يعني عايزة أقول لكم، مش ما عنديش كرسي للمطبخ أو اللي هو الكراسي البار اللي بتبقى عالية شوية أو كده، أي كرسي عندِك وبعد ما باخلّص باطبّقه واشيله، المهم إنِّك تعملي قعدة مريحة ليكِ كده، تعملي لنفسِك جو كده وخلاص يعني، ده قصدي بس في اللقطة دي اللي حبيت أوريها لكم. نرجع لموضوعنا. المهم يعني بعد الموقف ده في اليوم ده بالذات كلامها أثّر فيّا أوي، وخصوصًا إنها خبرة يعني، عارفين قصدي، وخصوصًا إن هي الله أعلم طبعًا حياتها فيها إيه، بس هي كشخصية اللي ظاهرة قدّامي اللي هو أحب إن أبقى زيّها وأنا في سنّها، فاهمين قصدي، هي حياتها كده، وأختها يعني أخت يعني طنط دي برضه كبيرة كده قدّها مثلًا في السِن، هُم قريبين من بعض وشبه بعض جدًا، وبرضه نفس الكلام قاعدة تعمل الأشغال دي وهي قاعدة، ومن طريقة كلامهم جُمال أوي، اللي هو أنا نِفْسي لمّا أكبر أبقى كده، يا خلاص يا على العسل يعني اللي هو فاهمين، عاملين مشروع كده لنَفْسهم وفي نَفْس الوقت قاعدين رايقين والدنيا تمام يعني. فحبّيت إن أنا أبقى كده، فالمهم ساعتها وقفت مع نَفْسي وقفة، اللي هو طَب إيه، هتعملي إيه؟ بقيت أسأل نَفْسي هتعملي إيه؟
انت في حاجات في حياتك مضايقاكي، كلنا فينا حاجات في حياتنا مضايقانا. ما اعتقدش ان في واحده دلوقتي بتسمعني ما عندهاش مشاكل في حياتها، كلنا، ده طبيعه الكون زي ما قلت لكم قبل كده. المشاكل اصلا اللي مضايقاكي دلوقتي لو خلصت هتيجي مشاكل غيرها، فخليكي في اللي تعرفيه احسن من اللي ما تعرفيهوش يعني. فمش فارق يعني، اللي هو المهم سالت نفسي هتعملي ايه، هتقدري تغيري الحاجات اللي مضايقاكي دي بصوره جذريه، يعني تبعدي عنها نهائي، توقفيها، تقطعيها كده من حياتك وتبداي بقى من جديد على النظافه؟ لو انت مفكره ان ده ممكن يحصل، لا. اجابتي طبعا انه كانت لا، انا مش هعرف اعمل كده. طيب وبعدين يعني عاجبك اللي انت وصلتي له ده؟ بقيت اسال نفسي هل عاجبك؟ اللي هو يعتبر اللي وصلتي له ده خرج براكي وبقى ظاهر للناس. انت مش فكره انك انت متضايقه، ما هو برضو يعني هقول لكم حاجه، زي ما هو ظاهر مثلا في الخيط وحد مثلا عشان فاهم في الحته دي خد باله، ممكن اكون برد بطريقه تنشن كده مع الناس. ممكن يكون عارفين اللي هو زي ما بقول لكم، كنت بقول لكم مثلا رقبتي بتوجعني من انا مشنجه نفسي، يعني انا من كتر التفكير ومن كتر ان انت متضايقه بتلاقي نفسك ممكن حد عارفين اللي هو يدخل عليكي يلاقيكي بتكلمي نفسك. الموضوع بقى يعني بقى براكي، الموضوع بدأ يخرج كده بتعبيرات، بطريقة كلام، بردود أفعال مع الناس. خلاص الموضوع بقى بره، غير ان هو هيأثر على صحتك. وزي ما قلت لكم قبل كده انه فعلا حصل، وفعلا كنت بكشف على حاجات عند دكاترة كذا حاجة وكذا تخصص، وفي الاخر ما بلاقيش اي حاجة. بوصل ان انا بعمل رنين وكشف ومش عارفة مين، مفيش اي حاجة. طب ما هو معلش الف ب من الامراض اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي انه انت جسمك مثلا معدل الالتهاب بيزيد فيه، ممكن واحده واحده انت مناعتك تضعف من الزعل، هيضعف مناعتك وجسمك اللي هيهاجمك. يعني دايما بنسمع عند الامراض الكبيره بتيجي في الطريق ده، حد زعلان تعب، حد زعلان تعب ليه؟ لان مناعته قلت، فمناعته بدات تهاجمه هو نفسها، يعني جسمك اللي هيهاجم نفسه، انتوا فاهمين؟ مش شرط بقى يجيلك حاجه ولا تتعدي ولا معرفش ايه، هو الزعل بيوصل لده. انت عاوزه تبقي كده؟ بدات اسال نفسي سؤال، انت عاوزه تبقي كده؟ انت عارفه تخلصي من الحاجات دي نهائي؟ لا. طب انت عاوزه توصلي لاكتر من كده ايه؟ عاوزه تتاثري صحيا اكتر من كده ايه؟ ما هو مش هينفع. طب ما هو انت ما هو لازم تقعدي تشوفي حل، هتقعدي تكملي في السكه دي لحد امتى؟ مش هينفع. لازم تدوري على طريق تاني. اللي فهم بقى او اللي شاف الفيديو اللي فات هيفهم قصدي دلوقتي. لما قلت لكم انتوا احنا بنقعد نزق في خرسانه، بجد هي خرسانه قدامنا او حيطه سد، وعمالين نزق فيها نزق فيها نزق فيها، مفكرين ان احنا هنكسرها، والحقيقه ان هي اللي هتكسرنا. هو الوضع مش هيتغير، هو اللي هيكسرنا. فانا لازم اشوف حل على الوضع اللي انا فيه دلوقتي، ولا هستنى الوضع يتغير، ولا استنى ان الخرسانه هي اللي تتكسر. انا اللي اشوف حل، ولا اكمل واتاذي اكتر ويبان على صحتي ويبان على شكلي ويبان على تصرفاتي قدام الناس وتصرفاتي مع اولادي وتصرفاتي مع قرايبي، الناس الكويسه اللي هما ما يستاهلوش. انت ممكن تكوني متضايقه فمامتك تكلمك تلاقي نفسك بتتعصبي عليها. طب هي مالها؟ هي ملهاش اي ذنب، وهي اصلا اكتر حد بيحبك في الدنيا، واكتر حد يدعي لك ويقف جنبك الكلام الجميل ده كله. فاكيد انت هتاثري على كل حاجه، على نفسك وعلى اللي حواليكي اللي بيحبوكي وانت بتحبيهم، وما تتمنى لهمش ان هم يشوفوا اي حاجه وحشه بسببك. تمام. طيب يبقى اقعد كده مع نفسي. انا ساعتها بقى قعدت وقلت لا، انا اشوف بقى 1 2 3 4 خطوات امشي عليها. واتمنى بجد اللي بيشوفني وما شافش الفيديو اللي فات يشوفه، لان احنا قلنا لازم نغير طريقه تفكيرنا، ما ينفعش نفضل ماشيين في نفس الخط اللي احنا ماشيين فيه. طيب انا مثلا في الفتره دي انا ما كنتش بشتغل، وانا عايزه اشتغل. طب انا عايزه اشتغل، ينفع اشتغل بره البيت؟ لا، انا طبيعتي وطبيعه شخصيتي وطبيعه ظروف بيتي والكلام ده كله ما ينفعش ان انا اخرج بره البيت. طب اعمل ايه؟ كنت دايما بشوف القنوات دي بتعمل ايه، وبحس ان انا عارفه اعمل زيهم، انا عايزه اعمل اللي هما بيعملوه ده. طب بيتعمل ازاي؟ بدات ادور مثلا بيصوروا ازاي، بيمنتجوا ازاي، بيعملوا ايه، مش عارفه ايه، وهكذا. طب عملت قناه ما كانتش ناجحه خالص خالص بجميع المقاييس. ليه؟ ما اعرفش يعني، او مش ما اعرفش يعني، عملت برضو كام حاجه كده في الاول غلط، كان انا بتعلم فيها وحاجات بقى في السيتنج بتاعها ومش عارفه مين والكلام ده، وعملت كذا غلطه فيها فما نجحتش قوي. في نفس الوقت ما نجحتش، انا كمان كنت فاتحاها روتين. عايزه اقول لكم ان انا كنت متضايقه ان انا اطلع اقول لك اطبخي ده كذا ونضفي دي كذا ومش عارفه مين، واقعد اوريك الطبخه. ما انت عارفه الطبخه بتتعمل ازاي. انا كنت عايزه اقول زي ما انا بعمل دلوقتي، انا عايزه اتكلم كلام تاني انا بحبه، بس برضه ما كانش جاي في بالي خالص فكره المواضيع اللي انا بفتحها معاكم دلوقتي، ولا فكره القناه دي مثلا. ما كنتش عارفه اعمل ايه يعني، زي ما يكون في حاجه كده في بالك مشوشه عايزه تحطي ايدك عليها ومش عارفه. تمام. في نفس الوقت انا بحب بقى ايه الهوايات والكرافت والحاجات دي، فتحت قناه تانية كرافت، بس مش عارفه ليه مثلا قعدت اسبوعين واتقفلت. تقريبا صنفها مثلا محتوى للاطفال ولا ايه، مش عارفه بصراحه. ما فهمتش هي اتقفلت ليه. فكنت ماشيه في القناتين مع بعض، ومع ذلك خلاص مش نافع، مش هو ده الطريق اللي انا عايزه امشي فيه، بس انا مش عارفه الطريق التاني اللي هو ايه، مش عارفه اسميه. فكنت بدعي ربنا، يا رب انا مش مرتاحه دلوقتي، بس انا برضو مش فاهمه في نفس الوقت، مش عارفه ايه اللي اتعمل، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه ايه اللي هيريحني.
فهو واحدة 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 خلاص استغنيت عن القناة التانية وفتحت دي. والحمد لله يعني انا مبسوطة بيها، مبسوطة ان في ناس كده متفاعلة معايا وحابة الكلام والكلام ده كله، وان انا ممكن اكون بأثر في حد ولو بكلمة. انا الحمد لله دلوقتي مرتاحة نفسيا عن الكلام اللي انا بكلمكم فيه. مش زي ما بقولك انا بطلع اقولك طبخة، مش بقلل من المحتويات دي، بس مش انا، مش ده اللي كان مريحني، ولا ده شغفي، ولا دي الحاجة اللي انا كنت حابة ان انا اكمل فيها. فمش بقولك قناة في حد ذاتها، بس انا اشرح لك الخطوات اللي انا عملتها. عايزاكي برضو تقعدي مع نفسك تشوفي، ممكن واحدة العكس تكون بتشتغل وجي الاوان انها ترتاح، هو الشغل اصلا مش مريح، مش عارفة تاخد بالها من نفسها، جه على صحتها جامد، ممكن تقعدي. فاهمة قصدي؟ انا بس بفتح لك سكة وانت فكري فيها باللي يناسبك واللي يناسب حياتك. طيب تاني حاجة حصلت وكنت بغلط فيها زمان وقلت لا انا لازم اوقفها، ان انا ما كانتش علاقتي بربنا حلوة. يعني ايه ما كانتش علاقتي بربنا حلوة؟ عايزه اقول لكم، هتقولي لي مثلا انت ما كنتيش بتصلي، لا انا الحمد لله ملتزمه بالصلاه من وانا صغيره اصلا. طب مش محجبه مثلا او الحجاب مش حلو؟ لا بالعكس، انا بلبس كويس وواسع والكلام ده من وانا صغيره برضو، عادي، ما مش حاجه جديده ومش حاجه محتاجه ان انا اغيرها. يعني الحمد لله في حياتي العاديه مثلا اللي هو مش بسلم مثلا على رجاله، ما فيش اختلاط، مش عارفه مين، يعني الحاجات الضوابط العاديه دي انا كده كده فيها. بس انا عايزه اقول لكم انا ما كنتش حاسه ان انا قريبه من ربنا، عشان بس ما تحصروش الفكره وتفكيركم في الشخص اللي قدامكم في الحته دي. لا، يعني ايه بقى ما كانتش علاقتي بربنا حلوه؟ وده اللي انا بقيت بسعى ان انا اخليها حلوه، ان قلبي ما كانش مع ربنا. انا كنت بصلي عشان احنا كبرنا ان في 5 صلوات بنصليهم عشان هنخش النار، فاهمين قصدي؟ ماما عودتني ان انا اصلي وهكذا، بتقومي تصلي، فاهمين قصدي؟ اللي هي عاده مش عباده. كده قلبي ما كانش معاه. لما كانت تحصل لي مشكله ما كنتش بجري على ربنا اشتكي له اصلا. اصلا كانت اخر حاجه يعني اللي هو ايه، بتقوليها من حرقتك اللي هو تروحي داعيه كده. لكن ما كانش قلبي معاه، ما كانش قلبي مطمن. يعني انا قريب حصل لي موقف مثلا، ده انا قلبي مطمن ان انا يا رب انا ما ظلمتش في الحاجه دي، فازاي انا هتاخد في الرجلين يعني، فاهمين؟ او اللي انا الاذى ده هيعود عليا، لا انا ما عملتش حاجه في حد، فاستحاله ربنا يأذيني مثلا، انا مطمنه. لا انا ما كانش قلبي، انا كان ممكن ابقى خايفه يحصل لي حاجه، فاهمين قصدي؟ لا انا دلوقتي قلبي مع ربنا. زمان ما كنتش كده اصلا. يعني انا بقول لكم ما كنتش اول واحده اجري له اشتكي له واطلب منه العون ربنا، لا كنت اقعد ادور في البشر. فلا، يبقى انا محتاجه ان انا اوقف ده، انا محتاجه ان انا اوقف ده كتير قوي. يمكن انا ما كده كده ما عنديش يعني اجتماعيات عدد، بس حتى القليلين يخذلوا. يعني عارفين ما حدش يقف معاكي، بالعكس كله بيحسد وبيحقد والكلام ده كله. لكن في ناس اصلا بيبقى حواليها ناس كتير قوي وبيبقوا لما كدابه في الاخر. فشوفي فلتري، وممكن الناس تبقى حواليها ناس كويسه جدا وتكون دعم ليها. فانا يعني عشان كده بقول لك كل حد فينا على حسب قصته وعلى حسب حياته يسمع الكلام ده ويطبقه بقى في حياته. محتاجه ممكن تكوني تقلليهم، محتاجه ممكن تلغيهم، ما هم لهمش لازمه. شوفي انت وحياتك فيها ايه. عمر ما كان بيجي في بالي ان انا اسجد شكر ولا ان انا اقعد افتكر نعم ربنا عليا. كان دايما عيني شايفه الوحش، يعني دايما مسيطر على حياتي السلبيات والحاجات الوحشه اللي فيها، والحاجات اللي انا بمر بيها، والحاجات اللي مش عارفه مين وايه. طب هو ما كانش فيه نعم في حياتي؟ فيه طبعا، ولا زال، وفي عز الازمه بيبقى فيه نعم. ما كنتش بفكر فيها اصلا. فدي حسيت ان دي حاجه غلط، انا لازم اوقفها ولازم اقعد افتكر كده نعم ربنا عليا. ما كانش بيبقى في بالي بقى سنن وورد واذكار الحاجات اللي هي الزياده، لا انا كنت بفتكر خلاص هو المهم ان الفرض ان انا اكون عاملاه. زي ما بقول لكم كده الصلاه والحجاب مهمين، بس الحاجات دي عايزه اقول لكم مهمه زيهم بالظبط. ويعني علاقتك بربنا مش هتكمل غير بكل الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده. مش هينفع ان احنا ناخدها حاجه واحده. عايزه اقول لكم برضو كنت عامله زي اللي قاعد مثلا في مشكله وقاعد بقى مستني ياخد حقه بدراعه، مع انه هو ممكن يقعد باشا كده ويوكل محامي يجيب له حقه لحد عنده. اهو انا بقى كنت عامله بالظبط زي اللي عايز ياخد حقه بدراعه. ما كنتش، مش في بالي اسم الله الوكيل. في حاجه اسمها الوكيل، يعني انت توكلي ربنا، هو قادر يجيب لك كل حاجه لحد تحت رجلك، وانت ما بتتحركيش اصلا. انت حقك يجيلك طول ما انت مش ظالمه، وطول ما انت خلاص مش ما عملتيش حاجه في حد، حقك هيجيلك واقعدي كده باشا وكل حاجه جايالك. لكن لا، ما كانش عندي برضو الحته دي. عارفين مسلسل كارثه طبيعيه؟ عارفين لما راحوا في الاخر اخر حلقة خالص لما راحوا قابلوا الوزير قبل بقى ما يمضي وفي الاخر ما مضاش يعني، بس عارفين احساس الاطمئنان اللي جالهم ده، انه يا خلاص وصلنا لحد هيحل لنا كل مشاكلنا؟ عارفين الاحساس ده؟ احنا مش مستنيين بقى لا نقابل ده ولا نقابل ده ولا نقابل ده. الاحساس ده احنا ممكن يجي لحد عندنا جوه بيتنا واحنا اللي مش بنروح له. انت ده في ايدك،
يعني فعلا دكتورك النفسي في ايدك، في بيتك، في حياتك، كل واحد فينا عايش معاه دكتور نفسي، بس احنا اللي مش قادرين نوصل له ولا قادرين نوظفه صح. الاحساس الاطمئنان اللي جالهم ده، انا بقول لك اهو، انت ممكن تجيبيه من عندك. ليه؟ لان هم قابلوا شخص، قابلوا بشر، قابلوا واحد عادي. الواحد ده جاب لهم احساس ان هو هيلبي لهم طلباتهم. فانت متخيله ان انت لما توكلي ربنا في حياتك وفي كل الحاجات اللي انت بتمر بيها، ايه اللي هيحصل لك؟ انت متخيله لما توكلي ربنا بجد ايه اللي هيحصل؟ ده خلاص بقى، ده انت عديتي كده، انت فوق كل البشر، انت بجد. بس ايه؟ بس توكليه من قلبك صح، تتوكلي عليه وتوكلي ربنا في كل امور حياتك صح، تبقي فعلا مستشعره ومطمنه، مش بتجربي، مش يا رب يعني وشكه. لا، انت خلاص، انت احساس الاطمئنان هيبقى ماليكي، مالي قلبك ومالي حياتك كده ومالي روحك، لو فعلا وكلتي ربنا صح. طيب في ايه كمان برضو كنت ما بعملوش وكانت غلطة؟ عايزة اقول لكم ان انا كنت عمري ما اخش كده اجيب لنفسي فيتامين، مع ان اصلا في فيتامينات معينة لما بتنقص في جسمنا بتلاقي مودك وحش، هي كده كده بتقريفك، غير بقى انها بتأثر على صحتك. فهي من كل النواحي غلط. انا عمري قعدت مثلا العشرينات كلها ما كنت بفكر اجيب فيتامين، الا اللي هو في فتره الحمل، الحاجات اللي الدكتوره بتبقى كاتباها لنا، ويمكن بعد الولاده بيقولك لازم برضو تكملي فتره عليهم، انا برضو ما كنتش بجيب ولا بهتم. خلاص ولدت من هنا، شكرا خلاص، تمام. فما كانش ده من اولوياتي خالص، زي ما بقول لكم عمري ما اخش الصيدليه مهما كانت في فلوس في ايدي بتاعتي الكلام ده كله، بس ما كانش الموضوع ده في فكري اصلا. صحتي كلها ما كانتش في فكري، يعني كنت بعك السنين. دلوقتي انا بقعد اسيرش على حاجات طبيعيه، طب اجرب ده، طب اعمل ده، طب مش عارفه مين. والله ما لك الحمد، بقيت ايه، مش باخد الحاجه مثلا وانا مغصوبه، لا انا ببقى بحباها، يعني بقيت اغير شويه من ستايل حياتي وستايل اكلي والكلام ده. مش ان انا بقى هيلسي قوي طول الوقت، بالعكس انا بعك برضو عادي يعني، بس على الاقل بيبقى ايه، 50% من اليوم حلو و50% عك، بدل ما كان 100%. 30 20 يعني، وهكذا. يوم هتلاقي فيه حاجات كتير حلوه وعكيتي حبه صغيره، يوم هتعكي حبه اكتر، بس في جزء حلو ما يبقاش كله وحش. فاهمني؟ فايه، بقعد ادور في حاجات، يعني ممكن اعشاب وحاجات انا اول مره اسمع اساميها اصلا، انا ما كنتش اعرف ايه دي ولا بيعملوها ازاي ولا ليه لا، بقعد ادور في الكلام ده واحاول ان انا التزم عليه واعمل فتره كده مثلا، امشي على ده شويه، امشي على ده شويه. حاجات كتير دلوقتي اصلا بجرب، مثلا الصمغ العربي لمعدتي ومش عارفه ايه وكذا حاجه كده، وبروبلس يعني في قصص كده برضو، ساعات حاجات مش بشاركها معاكم قوي الا لما اشوف نتائجها، ولكن عمري ما كان في بالي ان انا اهتم بده. انا واحده كانت بتكره المشروبات الدافيه، اللي هو حتى اليانسون والحاجات دي كلها بكرهها، ما كنتش بحب ان انا خالص اخد اعشاب. دلوقتي ما بيعديش عليا اليوم الا وانا عامله كوبايه واتنين وبشربهم. بقت صحتي من اهتماماتي. فاهمين قصدي؟ انا حاليا احلى شوبينج بعمله ويفرحني في الصيدليه بجد. باقعد بقى اتفرج على حاجات البشرة والشعر والفيتامينات، يمكن كنت جات عليا فترة كنت باراكم منتجات على بعض، اجيب حاجة على حاجة مثلا من البشرة والشعر. عشان كده قلت لكم لا، في الفيديوهات اللي بنعملها عن الكراكيب وقفوا، لان انا فعلا مريت بده. وقفوا شراء على شراء، لما نخلص الحاجة نبقى نشتري غيرها عشان حتى تحسي بنتائج الحاجة على بعضها، لان بجد من كتر حبي في الحاجات دي كنت وصلت لكده. الفيتامينات بقى دلوقتي ما يعني، يمكن ما فيش فيتامين مش بجيب حاجات كتير قوي في كل حاجة. ف... فلا، الفيتامينات دي بقت حاجة أساسية، جزء أساسي من يومي. ممكن ناس تشوفها ملهاش لازمة، ممكن الناس تشوفها تحميل على الجسم، ممكن الناس تشوفها الطبيعي مثلا أكتر، بس أنا حتى الطبيعي دلوقتي بقيت شاكة فيه. يعني الطبيعي كله مرشوش ومتهرمن ومش عارفة ايه والكلام ده كله، فمش هنخسر حاجة لو ظبطنا شوية بالفيتامينات. ممكن برضو الفلوس اللي انا كنت بمسكها مثلا تكون بتاعتي، او مثلا اهلك مديانهم لك او الكلام ده كله، اقول لا، حاجه البيت اولى، حاجه الولاد اولى. ان انا يبقى مثلا البيت ناقص اي حاجه واخش اشتري كتاب، او اخش اشتري لفه خيط عايزه اقعد اسلي نفسي بيها او الكلام ده، لا ما كانش في قاموسي. دلوقتي لا، في قاموسي، دلوقتي بقى اولويه عندي. اه طبعا مش هتبقى حاجه اساسيه، يعني حد مثلا من ولادك واقف عليها اللي هو حاجه جامده، مش دراسه مثلا او كده، ولكن الدنيا بتتوازن، يعني كلنا بقى لينا متطلبات كلنا نلبيها، مش فكرة ان انت تلغي نفسك كده من الاساس. اللي كان بقى مش في بالي واللي انا عايزه اوصله لكم، ان انا كنت فكرة ان المرحلة اللي انا فيها، يعني انا مثلا دلوقتي حاليا في الثلاثينات، مرحلة العشرينات كلها اللي هو كنت بيجي لي احساس ايه، خلاص هي هتعدي بحلوها ومرها، لما المشكلة دي تخلص بس ايه نبقى نشوف اللي بعد كده هيحصل ايه. ما كانش في دماغي ان ده حاجات تراكمية للفترة اللي بعدها.
يعني دي خطوة هتبني لي الخطوة اللي جاية، دي حاجة لازم اهتم بيها عشان دي هتأثر، دي طوبة هبني عليها الطوبة اللي جاية. فالتلاتينات هتبقى انعكاس للعشرينات، والاربعينات هتبقى انعكاس للتلاتينات، وهكذا. فاهمين قصدي؟ فالعشرينات لما عدت وانا ما استفدتش منها اي حاجة اصلا، وما طورتش في نفسي، بالعكس انا كان ممكن اعمل حاجات كتير قوي. مش عايزين نقول ان احنا ندمانين عليها، كل حاجة بتحصل في ميعادها وبتوقيتها، بس اللهم لك الحمد يعني. عايزة بقى أعوّض، يعني أنا باهتم جدًا، جدًا بالتلاتينات، وأنا جوايا يقين إن الأربعينات هتبقى أحلى، هتبقى هاخشها بحاجات بقى عملتها بابني عليها، باكمّل عليها، بنفسية كويسة، إن شاء الله بعلاقة بربنا تكون أحسن، يا رب بس ما نضعف أو نعمل أي حاجة يعني. يعني إيه، عندي أمل في اللي جاي إن هو يكون أفضل من اللي فات، بكام حاجة بساط ممكن تغيّريهم، وأنتِ في إيدِك ممكن تكوني سبب حزنِك، وفي إيدِك ممكن تكوني سبب سعادتِك. شيلي من على كتفِك وارميها على الله فعلًا، سيبيها على ربنا، شيلي من على كتفِك، مش كل حاجة محمّلة نفسِك فوق طاقتها، يعني بجد هوّني على نفسِك شوية، وخلّي حد يشيل معاكِ، وما فيش أحسن من ربنا يشيل معاكِ، شيلي وتوكّلي عليه حُسن التوكُّل. اوعي تقلقي من بُكرة، اوعي تقعدي تفكّري في اللي فات، اللي فات ما كانش ليكِ، وبُكرة مش بتاعِك ما تعرفيش فيه إيه. ساعات مثلًا أقعد أتكلّم مع ولادي أقول لهم ما لكوش فيه، المستقبل ده لسه مش دلوقتي، هتقعدوا تتكلّموا فيه ليه؟ خلّينا في دلوقتي. فضبّطي دلوقتي، اعملي خطط، يعني ما باقولكيش ارميها كده وخلاص، اعملي خطط وابني مستقبل وعفري وانجحي واعملي. مش باقول لِك مش تواكل، أنا باقول لِك اتوكلي على الله وأنتِ ماشية في سكتِك، وأنتِ ماشية في سكة السعي بتاعتِك في كل حاجة في حياتِك، لكن مش تواكل على ربنا وإنِك ترميها كده وخلاص بقى وأنا قاعدة بقى متوكلة على ربنا، لأ، التواكل غير التوكل خالص. التوكل لازم أنتِ بتعملي وأنتِ في خطوات عمّالة ترسميها لنفسِك، وطريق راسماه لنفسِك وعمّالة تمشي فيه وتكبّري الحاجة اللي أنتِ بتعمليها، وطوبة على طوبة لحد ما تبني مبنى حلو جدًا، بجد اللي هو كل اللي يشوفه يعني يدعي لِك، اللي هم كمان أمّا يشوفوا ولادِك من بعدِك، يعني حتى لو في غلطة أنتِ عملتيها في حق نفسِك وفات الأوان عليها ومش قادرة إنِّك تغيّريها، غيّريها في ولادِك، خلّيهم هم بجد اللي هو عارفين ادعوا اجعل من يراك يدعو لمن ربّاك. خلّيكِ أنتِ صورة حلوة، وتخلّي فعلًا اللي يشوفِك يدعي للي ربّاكِ، وخلّي ولادِك كده، الحاجة اللي ما قدرتيش تزرعيها فيكِ ازرعيها فيهم من دلوقتي، الحلم اللي ما قدرتيش تحلميه لنفسِك احلميه لهم. يعني ساعات أنا باقعد أسمع بنات صغيّرة عاملة فيديوز وكده، وهُم حبايبي في العشرينات وفي الكلام ده، أنا باسمعهم عشان أشوف ولادي المفروض أمّا يوصلوا للسن ده برضه بيعجبني دماغهم، يعني في ناس بتعجبني بجد تفكيرها ودماغها، وافتكر نفسي وأنا في سنهم أنا ما كنتش كده خالص، لأ هُم ما شاء الله عليهم. فباشوف إن هُم بجد يعني إيه، عايزة ولادي يبقوا كده، باتعلّم هُم بيعملوا إيه، درسوا إيه، خدوا إيه، مش عارفة إيه، فاهمين قصدي؟ ما أنا خلاص الفترة دي عدّت عليَّ وخلاص، لكن باسمعهم عشان أنمّي ده في ولادي وأربيه فيهم، وأوصّلهم لحتّة حلوة، اللي هو فعلًا لمّا باشوف الناس دي بابقى فخورة بيهم، فأنا عايزاهم هُم كمان مثلًا يبقوا حلوين في الحتّة دي. فما فيش حاجة فاتتِك، واللي فاتِك ازرعيه في ولادِك، يعني بجد اوعي تزعلي على أي حاجة، واوعي تندمي على أي حاجة فاتتِك، لكن تصلّحي في اللي جاي، توقّفي أذى اللي حواليكِ، تبدئي تبني مستقبلِك. مستقبلِك دي مش معناها إن أنا لازم أبقى صغيرة، أنتِ لو بتسمعيني دلوقتي في الأربعينات والخمسينات فأنتِ لسه ليكِ مستقبل، ما طول ما لسه في عُمر وفي سنين يبقى ده مستقبل، يبقى مستقبلِك ده تبدئي تبنيه من دلوقتي وتعملي حاجات كتيرة وتطوّري وتنمّي في نفسِك وتحسّني من علاقتِك بربنا، تهتمي ببشرتِك، تهتمي بشعرِك، تهتمي بصحتِك، اهتمي بكل حاجة حواليكِ. طول ما نفسيتِك حلوة، طول ما المشكلة لمّا هتيجي لِك هتصغر في عينيكِ، مش هتبقى مزعلاكِ أوي زي ما مزعلاكِ في اللي يعني في الفترة اللي فاتت، لأ، هتاخد حيّز صغير منِّك، عشان أنتِ عندِك اهتمامات كتير أوي شاغلة دماغِك، مش هي لوحدها سايبة لها دماغِك كلّها فاضية، بحيث إن لمّا المشكلة تدخل تفضل هي بقى إيه، تملى دماغِك كلّها كده وتبقى واخدة راحتها، لأ، في حاجات تانية تزُقّها، تخرّجها برّه دماغنا، ونملى بقى دماغنا كده بحاجات أحلى. فيديو النهارده خلص، والله العظيم الفيديو ده من قلبي جدًا، أنا باتكلم كده بطريقة ارتجالية، يعني مش محضّرة له ولا أي حاجة، أتمنى إن هو يكون عجبكم، وأتمنى أي حد يسمعه كده يستفيد منه بأي حاجة ولو صغيرة، وأتمنى منكم دعوة بظهر الغيب، ربنا ييسّر لي كل أموري الفترة الجاية، وبس كده، باحبكم في الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.